وهل يقول هذا الكلام من عرف منهج الإخوان؟ إنهم فرقة من الفرق المبتدعة يوالون الروافض ويدافعون عنهم، ويتشبثون بالديمقراطية ويدافعون عنها، بل ويدعون أنها صريح الإسلام، وليس لديهم منهج اعتقادي محدد واضح، ففيهم من الإرجاء والاعتزال والتجهم والتصوف وغير ذلك من البدع ما فيهم، وقد أشربوا منهج الخوارج وطريقتهم، وتمثلوا ذلك في دعوتهم وفي مواجهاتهم، وتاريخهم في ذلك حافل بالفشل في السودان وفي الجزائر وفي فلسطين وفي غير ذلك. يقول الأستاذ علي عشماوي، وكان من كبارهم ثم حاد عن طريقهم، يقول في كتابه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين صفحة 81: وكان مما قاله سيد قطب إن الأستاذ البنا كان يعلم أن الجماعة مستهدفة من الخارج ومن القوى المعادية للإسلام، وأنهم أدخلوا إلى الجماعة بعض أعضائهم أو جندوا من داخل الجماعة أفرادا يعملون لصالحهم. على سبيل المثال ذكر الدكتور محمد خميس حميدة، وكان ماسونيا بدرجة عالية في الماسونية، وقد وصل إلى أن أصبح وكيل عام الجماعة، وأن الحاج حلمي المنياوي كان ممثلا للمخابرات الإنجليزية داخل الجماعة. انتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى من انتقل من هؤلاء وبقي التاريخ. وأما المخدوعون بكل سبيل فنقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم أولا، واتقوا الله تبارك وتعالى في شباب المسلمين وفي أرض الإسلام. اتقوا الله تبارك وتعالى قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقد يقول قائل إنهم يتصدون للأنظمة ويواجهون الحكام المنحرفين والحكومات الفاشلة، فيقال لهم: والشيوعيون والليبراليون والعلمانيون يتصدون أيضا للأنظمة ويواجهون الحكام والحكومات، فهل هذا بمجرده يعني شيئا؟ وقد يقول قائل: ولكن هؤلاء يتصدون باسم الدين ويقولون نريد إقامة الدين، فيقال لهم: والخوارج أيضا تصدوا قديما ويتصدون حديثا باسم الدين، فهل هم على صواب؟ والروافض تصدوا قديما ويتصدون حديثا باسم الدين فهم على صواب؟ قل آمنت بالله ثم استقم، فأين سلامة المنهاج؟ وهل إرادة إقامة الدين لا تكون إلا بمخالفة الدين؟ أفبهؤلاء تنهض الأمة وعلى مثلهم تقوم؟